ايه الغلطه اللي بتضيع الاف الطلاب في الثانويه العامه؟ بص يا سيدي، انت بتنسى اهم حاجه واهم عامل في العمليه كلها. بتنسى ان انت بني ادم. يعني ايه يا مس؟ يعني البني ادم ده بيمر بتغيرات كتير بتخلي الوضع مختلف معاه تماما. تعال نشرحها بطريقه علميه. انا بتاع بيولوجي بس ليا في الكيرفز. طب بص يا مس، انا عندي على الاكس اكسس التايم، وعندي على الواي اكسس مره كاتب لي بالاحمر ايفورت، مره كاتب لي بالازرق ريزلت. ايه العلاقه دي يا مس؟ افهم. تعال نبدا بمجهودك. مجهودك مع الوقت، الغلطات اللي الناس بيقعوا فيها، بيبدا باعلى مجهود ويكمل ويكمل ويلاقي نفسه في الاخر تعب او زهق او فقد الشغف زي ما بنقول. طب ايه حلك؟ طب انت عملت كده غلطه، الغلطه ان انت بدات باعلى مجهود ولقيت نفسك زهقت بسرعه. طب ليه يا مستر؟ قال لك الصح ان انت تعمل ايه؟ انا فاهمك الصح تعمل ايه. الصح ان انت تبدا بمجهود انت تقدر عليه، وواحده واحده تبدا تزوده. وطبيعي ان المجهود ده هيجي فتره ويقل، فما تتضايقش لو قل، بس اهم حاجه تزوده تاني. طب لو قل بعد كده ابدا ازوده تاني لغايه ما تقابل ان انت شغال كده على مدار السنه كلها. طب يا مستر ماشي، ده مجهودي وشكله غريب جدا، انا عايز اعرف هل المجهود ده شرط ان انا اقابل نتيجه؟ تعال افهمك حاجات كتير هتقابلك وانت شغال. انا ممكن يكون مجهودي عالي وامشي وعندي نتائج عاليه، ممكن مجهودي يقل والاقي نتائجي ايه؟ قليل. وممكن اعمل مجهود عالي والاقي نتائجي لسه بتقل. طب ليه؟ ما انا عملت مجهود، انا عايز نتائج. الموضوع ما بيمشيش ان انت زي ما بتعمل زي هتلاقي في نفس اللحظه. تعال نفهم حاجه، انت عملت مجهود بس كان المجهود ده وانت تعبان، فتحصيلك للمذاكره كان قليل فالنتيجه كانت وحشه. طب انا عملت ايفورت قليل او مجهود قليل بس في نفس الوقت لقيتني جبت درجه عاليه بالظبط، يبقى انت كنت مفرح ست الحبايب ودعا لك دعوه حلوه فخدت ايه؟ نتيجه حلوه مقابل مجهود قليل. طب انا يا مستر عملت مجهود وما لقيتش اعلى نتائج، طب انا عملت مجهود ولقيت نتائج كويسه. هتفضل تنزل وتطلع مع بعض لغايه ما هتعمل حاجه في الاخر بنقول عليها، وبتوع الماس يساعدونا، بنقول عليها الايه؟ الافريج. بنقول عليها يا شباب افريج. هات الافريج للكيرف الاحمر وهات الافريج للكيرف الازرق، هتلاقي ان انت ماشي الاثنين مع بعض. المهم مش ان انت تبدا سهم كده منطلق لفوق او تبدا باقل مجهود، المهم ان انت تكمل. يا جماعه ثانويه عامه والله محتاجه نفس طويل، مش محتاجه ان انت تبقى عبقري، مش محتاجه ان انت يبقى مفيش منك اتنين. انا عايزك تفكر معايا وتقول هو انا محتاج ايه؟ هم الناس اللي طلعوا اوائل دول عملوا ايه؟ انا مش عايز اغلط زي ما هم غلطوا، انا عايز ان انا اكمل. هتكمل ازاي؟ زي ما قلت لك، تعرف ان انت بني ادم، تعرف ان انت هتعدي متغيرات كتير، طبيعي هيقابلك مشاكل كتير، طبيعي هيضايقك حاجات كتير، بس زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت، علاقتك بربنا، غير طريقه تفكيرك، تحل، تفهم، اهم حاجه تعرف المتغيرات دي هتقابلك. طب يا مستر في الاخر المفروض ايه اللي يحصل؟ مش بتاعتك، النتائج مش بتاعتك، انت عليك انك تعمل ايه؟ تسعى. تعمل ايه؟ تسعى. السعي بتاعك، النتائج بتاعت ربنا، وربنا كاتب لك الخير مهما كان اللي انت شايفه. انا بقول لك الكلام ده في اول السنه وهرجع تاني اقول لك اخر السنه. ان شاء الله سنه سعيده ويا رب تعدي معاك على خير. السلام عليكم.